الملخص ده يا صديقي بنلخص 3 اجزاء من سلسله فينوم، الجزء الاول والثاني والثالث. فما تنساش انك تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد. ومن غير ما اطول عليك يلا نبدا. بيبدأ فيلمنا في شرق ماليزيا واللي بيكون فيها مكوك فضائي وقع من رحلة لجمع عينات من مكان مجهول في الفضاء، وبيكون في برج مراقبة اللي كان متابع رحلة المكوك اللي موجود في الولايات المتحدة، وصاحب الشركة اللي عمل مشروع السفر والمكوك بيكون اسمه دريك اللي كان موجود في البرج لمتابعة الأحداث. وعرف انهم جمعوا 4 اجسام سوداء لكن واحد منهم هرب في مكان الحادث. واحد من فريق رواد الفضاء بيكون لسه عايش وتم نقله للمستشفى في ماليزيا، لكن في الطريق وهو في عربيه الاسعاف بتحصل حاجه غريبه وبتخرج ماده سوداء ورائد الفضاء المصاب وبتستحوذ على المسعفه الماليزيه وبتقتل السواق وبتقلب العربيه، لكن المسعفه بتخرج سليمه وبتكون عايزه توصل لشركه دريك. في مراسل اسمه ايدي عايش مع حبيبته اني اللي بتشتغل في مؤسسه الحياه بتاعت دريك، وايدي بيروح لمقر الشركه وبيتكلم مع مديره وبيقول له انه هيعمل لقاء مع دريك عن مشروع الفضاء، لكن بيكون ايدي بيكرهه وده لانه عارف انه محتال لكنه بيضطر يوافق علشان شغله. وبعد الاجتماع ايدي بيخرج مع اني وبيقول لها عن اللي حصل في الشغل وبيعرف منها ان دريك هو صاحب الشركه اللي هي شغاله فيها. وبالليل ايدي بيصحى وبيلاقي اللابتوب بتاع اني مفتوح وبيكتشف ان بعتوا لها ايميل بمعلومات سريه عن المؤسسه، وبيعرف ان دريك بيعمل تجارب على البشر. وفي تاني يوم ايدي بيعمل مقابله مع دريك وبيساله عن المشروع الفضائي، وبعد شويه بيبدا يساله اسئله خارجه عن النص وبيقولوا له مؤسسته مبنيه على تجارب البشر، لكن دريك وقتها بيطلب من الامن يوقفوا تصوير ويطلعوا ايدي بره. ولما بنروح لمقر شغل ايدي بيقول لمديره انه عمل كارثه ممكن تدمر الشركه، وقتها بيترفض من شغله. وبعدها ايدي بيتحرك على حبيبته عشان ياخدها من شغلها، لكن بيلاقيها بتطب عليه وبتقول انها عرفت انه شاف الايميل بتاعها، واني بتكون اتطردت من شغلها هي كمان بسببه وبتديله خاتم الارتباط وبتنفصل عنه. ومن الناحيه التانيه بالليل دريك بيستلم الشحنه اللي فيها الاجسام السوداء من ماليزيا، وفي نفس الوقت بتكون المسعفه الماليزيه ماشيه في المدينه ومعاها الماده السوداء، وبتكون في ست عجوزه فبتختارها الماده السوداء علشان تستحوذ عليها. وبعد 6 شهور الدكتوره دورا بتقول لدريك ان الاجسام الفضائيه محتاجه وعاء او مضيف عنده جهاز تنفس بالاكسجين عشان يفضل عايش، وساعتها بتجرب على ارنب ودريك بيكون عايز يلاقي طريقه تخلي الماده السوداء تستحوذ عليه علشان يضمن نجاته في الفضاء، وبيقول لها انه عايز يجرب ده على البشر، لكن وقتها بتكون دورا مش عارفه ترفض علشان دريك ممكن يأذيها رغم انها عارفه ان ده طلب غير اخلاقي. ومن الناحيه التانيه بتكون حياه ايدي متدمره وبيطلع شقته اللي بتكون حالتها مش كويسه وعليه ديون كتير وبيدور على الشغل لكن ما بيلاقيش. وبالليل دريك بيبدا اول تجربه على واحد من البشر عشان يخلي الماده السوداء تستحوذ عليه، لكن المحاوله بتفشل والمتطوع بيموت. بعد كده دريك بيضطر يدور على واحد جسمه يستوعب المادة. وفي تاني يوم ايدي بيروح يشتري جورنال لكن ما بيلاقيش ميري اللي بيشتري منها كل مرة، فبيروح السوبر ماركت عشان يسأل على هاتشين، ووقتها بتتكلم مع الدكتورة دورا وبتدي ايدي كارت فيه رقمها وبتعرفه انها شغالة في مؤسسة الحياة وبيسيبها وبيطلع علشان هو قفل الموضوع ده. فبتجري وراه وبتقوله ان دريك فعلا بيعمل اختبارات على الفقراء زي ما ايدي كان بيقول، وبتقوله لا لو حاولت تمنع دريك هيعرضها للأذى هي وعيلتها، وهي عايزه ايدي يساعدها. فبيقول لها ايدي انه اخر مره قابل دريك خسر شغله وحياته وكمان خطيبته، وبيقول لها تدور على حد تاني غيره فعل خير وبيسيبها وبيمشي. وبعد كده ايدي بيروح قدام بيت اني لكن بيلاقيها مع حبيبها الجديد الدكتور دان وبيتعرف على دان، وبعدين بيسال اني عن حياتها فبتقول له ان ده ما بقاش شغله وبتسيبه وتمشي. فبعدها ايدي بيروح يتمشى على كوبري في البحر وبيشوف محطه دريك الفضائيه، ووقتها بيقرر انه يكلم دورا على رقمها اللي معاها على الكارت علشان يوقف دريك. وقتها بتجيله بتخليه يركب معاها عربيتها وبتدخلوا شركة دريك وبتتكلم معاه جوه وبتقوله على اكتشاف دريك للمادة السوداء وبتحكي له المادة دي بتعمل ايه، وبتقول له عن نوايا دريك في استخدامها وانه بيدور على جسم يستوعبها جواه وبيطلق عليها اسم المضيف، وبتخلي ايدي يطلع يشوف اللي بيتعمل عليهم تجارب، وبتروح هي تعطل رجال الامن وبيطلع ايدي لغرفة التجارب وبيصور كل اللي بيحصل بموبايله. وفجأة بيلاقي ماري اللي كان بيشتري منها الجرايد واللي كانت مختفية، ساعتها بيلاقيها بتستغيث بيه علشان يخرجها فبيجيب طفاية حريق وبيكسر بيها الازاز اللي حابسها، لكن ماري بتنط عليه وبتنقل المادة السوداء ليه وبتموت. فبيجري ايدي من رجال الامن ومحدش بيعرف يلحقه علشان جسمه ابتدى يتحرك بقوة غير طبيعية، وبيجري في الغابة ورجال الامن بيطاردوه وفجأة بيختفي منهم. بعدين بيروح ايدي البيت وبيكلم دورا على الموبايل وبيقول لها انه صور اللي بيعمله دريك وان رجال الامن كانوا بيطاردوه،
لكن في وقتها بتكون شهيته مفتوحة جدا وبيبقى عطشان، فبيقول لدورا انهم هيتكلموا بعدين، وبيتصرف بشكل غريب وبيشرب ميه بكميات كبيرة او بياكل اي حاجة تقابله في المطبخ حتى لو اكل مش مستوي، لدرجة انه بياكل الفراخ بعضمها. وبعدها بيخش يرجع في الحمام وبيغسل سنانه وبيلاقي وش مرعب في المراية بتاعة الحمام، فبيتخض وبيرجع بجسمه لورا. بعدها بيوصل دريك للشركة وبيعرف اللي حصل وبيبقى عايز يسترجع المادة السوداء بأي شكل من الشخص اللي سرقها، وبيخلي رجال الأمن يتحرروا عن السارق ويعرف مين العميل اللي دخله المؤسسة. والمشهد اللي بعد كده بتكون الست العجوزة اللي في ماليزيا واللي استحوذت عليها المادة السوداء بتكون ماشية في المطار وبتدور على مضيف للمادة بس يكون مسافر للولايات المتحدة، وبتختار طفلة صغيرة في الحمامات. ولما بيفوق ايدي بيحاول يوصل لإيلي عشان يحكي لها اللي حصل، لكن بيلاقيها مش متاحة، وفجأة بيسمع صوت في دماغه وبيقول له انه عايز ياكل وما يعرفش الصوت ده جاي منين، فبيتحاول يتواصل مع دورا وبتبعت له رسالة بتقول انها هتكلمه في وقت تاني. لكن وقتها بيشوف إيلي في مطعم مع دان وبيقول لها ان هي الوحيده اللي ممكن يثق فيها، وبيعرفها ان هو اقتحم مؤسسه الحياه، لكن إيلي بتحس ان حرارته عاليه وانه مش في وعيه. وفجاه بيجوع إيلي وبياكل اي حاجه يقابلها في المطعم لدرجه انه بياكل من ترابيزه الزباين. لكن المطعم وقتها بيقرر يستدعى الشرطة، لكن دان حبيب إيلي بيمنعهم وبيقول لهم إن إيلي مريض عنده، وده حصل بسبب حرارته المرتفعة، فبيروح يمدد في حوض السمك واللي بيكون فيه استاكوزا كبيرة وحية، فبيطلعها بياكلها وبعدين بيفقد الوعي. ولما بيفوق بيسأل دان هو فين، فبيعرفوا إنه بيعمل له فحص بجهاز الرنين علشان يشخص حالته، ولكن أول ما بتبدأ الموجات بيتجنن إيلي وبيترعش كأنه بيتكهرب وبيظهر عليه طفيف المادة السوداء. لكن دان بيوقف الفحص وبيطمن عليه وإيدي بيكون كويس، لكن وقتها بيفتكروا إن عنده فوبيا من الأماكن الضيقة وبيعرفوا إنه لازم يروح البيت علشان يستريح. وفي نفس الوقت دريك بيكتشف إن العميل اللي دخل إيدي المؤسسة هي دورا وبيسلموها لدريك. ولما إيدي كان في طريقه للبيت وركب المترو فجأة بيتنفض وبيشوف الركاب مستغربين منه وخايفين، واول ما بيوصل للبيت بيتصلوا عليه إيلي ودان علشان يطمنوا عليه، واللي بتقول له انه عنده كائن طفيلي في جسمه علشان كده حرارته عاليه جدا. فجأة بيسمع إيدي صوت غريب في دماغه وبيقفل المكالمة مع إيلي وبيتعب جدا بسبب الصوت اللي عند جاره، وبيطلب منه يخفف الصوت وملامح وشه بتتغير وبتبقى مخيفة، فبيخاف جاره بيعمل اللي هو عايزه. وقتها دريك بيتكلم مع دورا وبيسألها مين اللي سرق المادة وبيبص لها باستحقار، فبتعرفوا إن إيلي فبيقول لها أنت كنتي أحسن واحدة عندنا، وبيقفل عليها الإزاز وبيسيب المادة السوداء تستحوذ عليها. فجأة بيخبط باب إيلي وبيشوف رجال دريك وهم بيقولوا له سلم نفسه، وبيرفع إيده علشان يسلم نفسه، لكن المادة اللي جواه بتتحكم فيه وبتنزلها وبتبقى رافضه تخضع لرجال دريك. لكن رجال دريك بيمسكوا إيدي وفجأة بتظهر المادة السوداء من جسمه وبتبدأ تمط وتضرب فيهم، وإيدي بيسيب جسمه للمادة تتحكم فيه، وبعدها بيجري ويهرب من البيت وبيقابل شوية منهم على السلم، والمادة بتخليه ينط من شباك السلم وبيمسك في البلكونة في طريقه قبل ما يقع، وبيقدر يصد الرصاص اللي بيتضرب من أسلحتهم عليه. بعدين دريك بيبعت قائده واللي بيكون اسمه رولان بيبلغ دريك باللي حصل، ودريك بيكون مبسوط لأن المادة عرفت تلاقي مضيف ليها، وبيطلب من القائد بتاعهم إنه يقبض على إيدي. وبيوصل إيدي للشارع وبيلاقي انعكاس على ازاز العربيه وبيلاقي شكله بقى غريب ومخيف، وبيقول لنفسه انه اكيد بيهلوس بسبب الطفليات اللي عنده، بس الماده بتتحكم فيه وبتلزقه على الحيطه علشان ما يعرفش يهرب. فبيستوعب إيدي ان الماده عندها عقل وبيعتذر لها، فبتسيبه وبيركب إيدي الموتوسيكل بتاعه، لكن الماده هي اللي بتتحكم في القياده وبتسوق وبتخليه يسوق بسرعه جدا على الطريق، وفي الاخر بيلاقي نفسه في طريق مسدود وبيفتكر إيدي ان دي النهايه، لكن الماده بتمط وبتخليه ينط من فوق الطريق بالموتوسيكل، وبيكمل القائد بتاعه مطارده لحد ما بيخبط إيدي بالعربيه وبتتكسر اطراف إيدي ورجله بالكامل، وبينزل القائد ساعتها من العربيه وبيفتكر ان هو كده قبض عليه، لكن الماده بتستحوذ على جسم إيدي من بره وبتحوله لكائن مخيف، وبياكل راس واحد منهم وبيجري ينط على المباني والعربيات، وبعد كده بينزل البحر وبيتحرك بسرعه خياليه، او بيوصل إيدي للبر التاني وبيرجع لشكله الطبيعي. كمان بيلاحظ ان رجله رجعت سليمه وجسمه كله خف لوحده، وبعد كده بتظهر الماده قدامه وبتكون ليها وش وبتقول له انا اسمي فينوم، وبتقول لإيدي ان البشر مش هم اللي اكتشفوا الماده السوداء او ان الماده هي اللي اكتشفتهم، وبيعرفوا انه محتاج يوصل لصاروخ دريك.
وبيقول له كمان انه بيقرا افكاره وان ايدي فاشل في حياته، وايدي بيقول له لو تعاون معاه هيعيش. ومن الناحيه التانيه توصل الطفله للمدينه، وفي نفس الوقت بتتصل اني على دان وبتعرف منه ان ايدي عنده مشكله كبيره في القلب وانه هيموت قريب. ودريك بيتكلم مع فريق المختبر وبيعرف ان الماده اللي استحوذت على جسم دورا اتسببت في موتها والماده نفسها ماتت، ويفضل دريك يهزقهم علشان سابوا الماده تموت، وبيقول للقائد بتاعه انه مش هينفع يقتل ايدي لحد ما يلاقي مضيف مناسب للماده. وبعدها بتوصل اني لبيت ايدي، لكن بتلاقي الشرطه مليانه المكان كله والمكان تحت اخلاء التحقيق، فبتتصل على ايدي وبتقول انها عايزه تقابله حالا، لكن بيكون خايف عليها وبيقول لها ما تقربش منه الفتره دي، وبينهي المكالمه. وبيوصل ايدي لمقر شغله اللي اتفصل منه، وبيكون في موظف مكتب الاستقبال، لكن الموظف رغم ان صاحب ايدي بيقول له ممنوع الدخول، فبيطلب منه ايدي انه يوصل الموبايل عليه صور مختبر ديريك لمدير الشغل عشان يستعيد وظيفته، بس الموظف بيقول له انه خايف يترفد من شغله هو كمان. ففينيوم بيقول لايدي ياكل راس الموظف، لكن ايدي بيزعل وبيقول له ان ده موظف صاحبه وانه شغال 3 شغلانات علشان يصرف على عيلته. ففينيوم وقتها بيعرفه لو عايز يطلع المبنى يقدر يساعده. وبعدها ايدي بيتغير لفينوم وبيوصلوا لنهايه المبنى، والمدينه عجبت فينوم لكن بتعدي طياره وبتطلع موجات صوتيه عاليه، وفينيوم اختفى وايدي كان هيقع من فوق، لكن في الطريق فينوم عرف انه يتحول لدرع علشان يمسك ايدي في حيطان المبنى. في وقتها بيدخل ايدي مكتب المدير من الشباك وبيسيب رساله للمدير كاتب فيها انه لازم يفضح دريك وبيسيب الموبايل في المكتب. وقتها ايدي بيقرر ينط من الشباك، لكن بيجيله فوبيا المرتفعات فبينزل بالاسانسير، ولكن بيلاقي رجاله القوات الخاصه محاصرين المكان كله وبيطلبوا منه يسلم نفسه، فبيعرفوا انه مش متاكدين يعملوا كده عشان مصلحتهم، فبيتحول لفينوم ومش بيتاثر بالرصاص او القنابل وبيخلص عليهم كلهم. لكن ايدي بتكون واقفه وشافت ايدي وهو متحول وبتصرخ، وايدي راجع على شكله الطبيعي وحب يقول لها على اللي حصل، لكنها بتكون مصدومه وطلبت منه انه يتعالج، فقال لها انه خايف ومحتاج مساعده، فخدته ايدي في عربيتها وبيطلعوا لدان على المستشفى. وايدي وقتها طلب منها ما تخليش دان يعمل فحوصات بموجات الرنين عليه او يستخدم النار علشان فينوم ممكن يتأذي، وعرفها كمان انه بيتواصل مع فينوم وقال لها انه اسف على اللي عمله وانه بيحبها. وبتوصل الطفله لمختبر دريك وبتقابله وهناك بتنقل له الماده، وفي المستشفى بيتعب ايدي وبيحاول فينوم انه يأذي دان لما سمع كلمه طفيلي، لكن ايدي دخلت وشغلت موجات الرنين. وايدي لما طلع من المستشفى واثناء كلامهم مع بعض ما خدوش بالهم من فينوم وهو بيهرب من فتحه التهويه في السقف وبيستحوذ على جسم كلب في المستشفى. ولما ايدي كان رايح يركب الاسانسير بيلاقي رجاله دريك قدامه وبياخدوه بيخدروه، وبعدها بيحقق دريك مع ايدي وبيسأله فين فينوم، فبيقول له ايدي ان حتى لو كان عارف ما كانش هيقول له، فبيتعصب دريك وبيظهر الشكل الحقيقي للفينوم اللي جواه، فبيخاف ايدي وبيرجع دريك تاني لشكله الطبيعي وبيأمر القائد اللي معاهم انه يتخلص من ايدي. وقتها دريك بيتكلم مع المادة وبيعتذر لها انه معرفش يجمع باقي المواد، فبتقوله ان في ملايين غيرها على كوكب تاني وهيبقوا تحت امرهم، وبتعجب دريك صيغة الجمع اللي بينهم وبيقرر ينقلهم من كوكبهم لكوكب الارض. وقتها بياخدوا ايدي للغابة ومعاهم شوية من رجالته عشان يخلصوا عليه، ولكن فينوم بيظهر وبيخطف واحد منهم ورا التاني وبياكلهم لحد ما بياكل راس القائد بتاعهم وبيلحق ايدي، ولكن بيكون فينوم في جسم ايدي وبتروح تبوسه وبتنقله فينوم تاني. وقتها بيقول فينوم لايدي ان اللي مستحوذ على دريك اسمه رايت وانه قائد في كوكبه، فبيقرروا وقتها انهم يروحوا لدريك علشان يوقفوه، بس بيكون دريك مجمع فريق الاقلاع علشان يسوق الصاروخ بنفسه اللي هيوصل بيه لكوكب رايت. وقتها بيقول فينوم لايدي على مخطط رايد وهم في الطريق، فبيستغرب ايدي من فينوم وبيسأله ازاي انت عايز تاخد الصاروخ وتجمع بيه ملايين من الكائنات عشان ياكلوا البشر، فبيقول له فينوم انه كان بيفكر يعمل كده بس قرر يفضل على الارض مع ايدي علشان فينوم فشل على كوكبه زي ايدي بالظبط، وبيقول لايدي انهم على كوكب الارض مع بعض هيكون ليهم قيمه اكبر. وبيكون دريك مستعجل على اطلاق الصاروخ وبيقول للفريق بتاعهم انهم يجهزوه فورا، وبيبقى فاضل 5 دقايق على الاقلاع، فبيتحول دريك الرايت وبيقتل كل الناس اللي شاهدوا على اطلاق الصاروخ، وبيحصل قتال عنيف ما بين فينوم اللي في جسم ايدي ورايت اللي في جسم دريك، وبيعرف رايت انه يفصل فينوم عن ايدي، ولكن ايدي بينقذ فينوم وبيخليه يستحوذ على جسمه علشان يعرف يقاوم، وبيهرب منهم رايت علشان ما يضيعش وقت ويلحق الاقلاع. ولكن ايدي بتشغل موجات صوتيه في مكبرات الصوت وبتخليهم هما الاربعه ينفصلوا عن البعض، ولكن رايت بيعرف يستحوذ على دريك مره تانيه وبيخرج سيف كبير من جسمه وبيدخله في ظهر ايدي وبيدخل الصاروخ، وقبل ما يموت ايدي بيستحوذ فينوم على جسمه مرة تانية علشان ينقذه، وبيشيل السيف من جسمه وبيفك بالصاروخ،
وقتها بينفجر الصاروخ وبيموت جواه دريك ورايت، وفي نفس الوقت بيقع ايدي في البحر لان نار الانفجار اثرت على فينوم وما كانش قادر ياخد شكله. وبعد ايام بيتكلم ايدي مع عيني وبيقول لها انه عايز يكون كاتب، فبتقول له انها سمعت عن اللي حصل لفينوم، وايدي بيفهمها ان فينوم مات في حريق الانفجار، وبيسالها على البوصه اللي هي بستها له وهو بينقذها، فبتقول له انها كانت فاكراها فينوم، فبيسيبها ويمشي وبيكلم فينوم وبيتفق معاه انه مش مسموح له ياكل اي حد من البشر غير لو كان مجرم شرير، وان ما ينفعش اي شخص من كوكب الارض يعرف ان فينوم لسه موجود مع ايدي، وبكده يكون فيلمنا خلص يا صديقي. فيلمنا بيبدا مع واحد مضطرب نفسيا اسمه كليتس وحبيبته الشريك، وهم في سجن مصحه عقليه، والشركه كانت خايفه ان قوتها بدات تتطور وتبقى خطر على كل اللي حواليها، وفي يوم الشرطه خدتهم من المصحه للسجن، وفي الطريق كانت شريكة مع ظابط جرم في العربية، وشريكة وقتها بتبص للظابط وبتقول له قول كلمتك الأخيرة، وفجأة طلع منها موجات صوتية بترددات عالية وبدأت تصرخ، والظابط جرم طلع مسدسه علشان يحمي نفسه وضرب شريكة في عينيها الشمال وافتكر إنها ماتت، لكن شريكة فاقت وفضلت عايشة بس اتصابت واتحجزت في سن هتعيش فيه للأبد. وبعد سنين وفي زماننا الحالي شريكة دلوقتي في سجنها وعندها عين صناعية وبيدخل لها فرد الأمن ومع الأكل، وكان عامل احتياطات وسدد ودنه علشان شريكة ما تأثرش عليه بقوتها. وساعتها شريكة بتشوف في الجورنال ان حبيبها كليتس ممكن يتعدم لانه قاتل متسلسل، واللي كتب المقال بيكون ايدي اللي عايش في جسمه الكائن المتطفل باسم فينوم. وفي يوم الظابط جورم بيبعت لايدي لانه الصحفي الوحيد اللي كليتس عايز يتكلم معاه، وجورم كان عنده امل ان ايدي يعرف مكان جثث ضحاياه، وفينوم كان تعبان وقتها بسبب كلام الظابط الجديد وكان عايز ياكله بس ايدي منعه ودخله الحمام عشان ما حدش يشوف فينوم، وايدي راح للسجن اللي كان فيه كليتس، وكليتس كان عايز يوصل رسالة للمعجبين، وفي المقابل ايدي هيعرف قصة حياته. ولما خلص لقاء معاه ايدي لاحظ رسومات على الحيطان في زنزانة كليتس، وبعدها ايدي بيركب الموتوسيكل بتاعه والظابط جورم بيقول له مستني يعرف اخرة المعلومات في اسرع وقت. ولما ايدي بيرجع لبيته ساعتها فينوم بيسيطر على جسمه بالكامل وبيرسم الرسومات اللي شافها على الورق، ولحد ما لقى على الانترنت صورة للمكان اللي في الرسمة، وساعتها بيعرف الصحف والتلفزيون عن كليتس، وساعتها الشركة عرفت ان حبيبها هيتعدم بعد ما اتثبتت كل الجرائم باكتشاف ايدي للبحث. وبالليل لما بيكون ايدي في بيته بيتفرج على الخبر بتاعه على التلفزيون بيكون فينوم عايز يكون بطل خارق وينقذ الابرياء بقوته، وزهق من الفراخ والحلويات اللي ايدي بياكلها وبيفكر ازاي ياكل عود بشريه. وكمان فينوم بيقول ان نفسه يروح للشاطئ ويحس بالهواء والرمله في صوابع رجله، لكن ايدي بيكون رافض الفكره لانه خايف ان الشرطه اللي ممكن تشك في صلته بالحوادث، وهو دايما بيخرج سليم، ولو عرف انه عنده وحش فضائي ممكن يسجنوه او يقتلوه. علشان فينوم جعان بينزل ايدي للسوبر ماركت بتاع تشين، واللي فينوم عارفها بس بتكون تشين مش مستقبله اخر شحنه من الحلويات، فبيقرر فينوم ان ياكل فراخ حيه، وبيكون متعصب لانه بيضيع قوته في بيت ايدي طول الوقت. وفي يوم هو على سطح المبنى بيشوف حرامي بيسرق واحده ست في الشارع وبيفرح لانه اخيرا هيلاقي حاجه ياكلها، لكن لما بيمسك الحرامي ايدي بيمنعه انه ياكله وده بيخليه يتعصب اكتر، فبيزعل فينوم وبيرمي الحرامي في صندوق الزباله وبيجري على السطح. وبعدها اتصلت بيه حبيبته لاول مره وطلبت تقابله عشان تقول له خبر مهم، وفي اليوم اللي بعده بيقابلها في البار، واثناء اللقاء فينوم بيحاول يخلي ايدي شكله جذاب قدامها، لكن بتوريله خاتم خطوبتها من الدكتور دان، وايدي كان بيحاول يمثل انه مش متضايق، وبتلاحظ ان فينوم لسه عايش جواه وبتقول انها اختارت دان علشان دايما بيحسسها بالامان، لكن فينوم كان زعلان. وبعدها ايدي بيبارك لها على الخطوبه وبيمشي، وفي الطريق وهو راكب الموتوسيكل فينوم بيقول انه دايما بيحاول يساعده لكن شفا القلب ده حاجه صعبه. وفي اليوم اللي بعده ساعد فينوم ايدي في اعمال المنزليه، وكمان عملوا فطار وهو مشغل موسيقى. بعدين جاب فينوم البريد ولقى رساله من كليتس فيها قصه حياته، وطريقه الكتابه كانت غريبه لكن متوقعه من واحد عنده اضطراب عقلي زي كليتس. واكتشف ايدي ان كليتس لما كان طفل قتل جدته لما وقعها من على السلم وكهرب امه وهي في البانيو بالاستشوار لما رماها في الميه وقتلها، فاضطر ابوه يوديه دار الاطفال وكان بيتعرض للتنمر فيه، وحبيبته شريك هي كانت الوحيده اللي بتدافع عنه. وكمان ايدي هو اللي قبض على كليتس وحطه في السجن، ولما راح ايدي للسجن علشان يقابل كليتس كان فينيو كان عايز ياكل المساجين لانهم ناس اشرار، لكن ايدي زعله ومنعه. وفي اللقاء بيسجل ايدي لكليتس بس كليتس بيقول كلام ملوش اي معنى لايدي، وكل اللي هو عايزه انه يكون ليه عيله، وايدي بيستغل كليتس وبعدين ساله على اللي عايز يقوله قبل ما يموت، وكليتس اتمنى ان ايدي يعيش وحيد وقلبه مكسور، وفينوم زعل وتعصب وقرب من الزنزانه، وساعتها عض كليتس ايد ايدي بس الامن فصل بينهم، وكليتس كان عايز دم ايدي لان عنده طعم خاص. وبعدها كان ايدي متضايق من تصرفات فينوم وبدات خناقه بينهم، وفي النهايه قرر فينوم ينفصل عن ايدي بعد خناقه طويله، وساعتها فينوم بيستحوذ على جسم شخص غريب في الشارع وبيدمر موتوسيكل ايدي.
ووقت اعدام كليتس بيقول كلمته الاخيره للحاضرين انه بيتمنى لهم يستمتعوا بالعرض. ولما بدات الماده القاتله تدخل جسمه حصلت حاجه غريبه وتحول كليتس الوحش من فصيله دم فينوم واللي بيكون اسمه كارنيج، وبدا ياكل في كل الحضور والظباط. وكارنيج كان ماشي في ممر السجن وهو بيقتل الظباط والمساجين كلهم بيسقفوا له. وفي اليوم اللي بعد كده كان ايدي بيحاول يرتب بيته بعد خناقته مع فينيوم، وبالليل فينيوم كان وحيد في جسم انسان غريب. ولما ايدي شاف الاخبار على التلفزيون عرف ان كليتس هرب من السجن، وخاف وقتها لان فينيوم انفصل عنه وبقى انسان عادي من غير قوة خارقة. بس ايدي كان متاكد ان كليتس هيدور عليه علشان ينتقم منه. فجاه بيسمع الباب بيخبط وكان خايف انه يكون كليتس، لكن بيكون الظابط جورم. والظابط بيستغرب ان ايدي دايما بيكون ليه علاقه بالحوادث، وبيكذب ايدي وبيقول له ما يعرفش اي حاجه عن اللي حصل. ولكن قبل ما بيمشي الظابط بينصحه يستخبى لان كليتس بيدور عليه. ايدي وقتها كان بيحاول يوصل لمعلومات عن كليتس وبيبص في الاوراق اللي رسمها فينوم، وبيلاقي ايدي ورقه مرسوم عليها شجره قدام دار رعايه. وفي نفس الوقت فينوم بيكون في حفله تنكريه، ودايما الشخص اللي فينوم بيستحوذ عليه بيموت بعد فتره قليله، وفينوم بيمتلك جسم شخص تاني وبيكون مبسوط لانه محور الاهتمام. ومن الناحيه التانيه كليتس بيكون بيخرج من مكان فيه جثه، وبيكون كارنيج مستحوذ عليه. وبيخرج كليتس بعد ما اكل راسها، وبعد كده بيسرق عربيه حمراء، وفي الطريق بيتفق مع كارنيج انه يلاقي الشرك مقابل ان كارنيج يلاقي فينوم. وفي الحفله فينوم بيشوف مغنيه بتغني اغنيه اسمها فينوم، واسمها معناه بيكون السم القاتل. ففينوم بيطلع على المنصه وبياخد الميكروفون وبيتكلم مع الحضور ان كل الناس لازم تبطل عنصريه ولازم يعملوا كل اللي هم عايزينه. والحضور بيتفاعلوا معاه وبيقولوا انهم بيحبوه، لكن فينوم بيكون متضايق لانه عايز ايدي يشوف حب الناس ليه. وفي دار الرعايه ايدي بيلاقي شجره وعليها حرفين محفورين في قلب، فبيسال جورم عن معنى الحروف وبيكتشف انه بيرمز لكليتس وشريك. وايدي بيكون فاكر ان كليتس بيدور على حبيبته، لكن جورم بيقوله انها ماتت. وبعدها كليتس بيكون وصل لمحل في بنزينه وبيستخدم كارنيج اللابتوب علشان يعرف المكان السري اللي فيه شريك. وفي السجن الخاص العالمه بتتكلم مع شريك وبتقول لها ان حبيبها مش هيلاقيها، لكن فجاه بيظهر كليكس وبيقتل العالمه وبيحرر حبيبته من بعد فراقهم لسنين طويله. وبتبقى شريك سعيده جدا وبتهرب مع كليتس بالعربيه. ولما الشرطه بتطاردهم شريك بتستخدم قوتها الخارقه، لكن صوتها بيكون عالي وبيأثر على كارنيج. وكليتس بيقول لها ان الصوت العالي بيضعف كارنيج. وفينوم وقتها بيوصل للسوبر ماركت بتاعت شين وبيقول لها انه جعان جدا وبيكون ضعيف. وجورم والشرطه بيوصلوا للسجن الخاص وبيكتشفوا ان شريك كانت عايشه هنا طول الفتره اللي فاتت، وانها هربت مع كليتس بعد ما قتلوا كل العاملين في السجن. وبيحققوا مع ايدي علشان يستجوبوه لانهم متاكدين ان عنده علاقه باللي بيحصل. ولما جورم بيقول ان الناس بتتكلم عنه وحش في مواقع الحوادث، ايدي بيفتكر وقتها كليكس لما عضه وهو بيعمل معاه المقابله، وعرف ان كليكس اكيد اكتسب قوه فينوم بعد ما داق دم ايدي. فوقتها ايدي بيقول للظابط انه مش هيقول اي حاجه غير لما يتكلم في التليفون، وبيتصل باني الوحيده اللي بيثق فيها. واني بتروح له مع خطيبها دان وبتطلب من الظابط انها تتكلم مع ايدي لوحدها. فايدي بيحكي لها على كل اللي حصل وبيقول لها ان فينوم انفصل عنه. ولما جورم كان بيحاول يتجسس عليهم بيجيله نداء استغاثه بسبب حاله طوارئ في دار الرعايه، وايدي بيطلب من اني انها تلاقي فينوم ضروري، وبتسال عن مكان فينوم وبيكون التليفون شغال وبيتكلم عن كليكس اللي هرب مع الشريك. وقتها اني بتحاول تقنع فينوم ان ينقذ حياه ايدي بطريقته الخاصه. اللي تشالي ان كليكس جواه كائن فضائي، وبتقول ان ايدي كانت حياته افضل من غير فينوم. فبتعرف ان فينوم مستحوذ على جسم تشين وهي بتتكلم، وبتفكر انها تقنع فينوم انه ينقذ حياه ايدي بطريقته الخاصه. وكليتس بيحرق دار الرعايه وبيهرب مع شريك، وكارنيج بيقبض على جورم، وكليتس بيقبض على ايدي، وفينوم بيرجع تاني لجسم ايدي وبيعتذروا وبيتصالحوا. وقتها بيطلب دان من ايدي انه يخلي باله من اني، ولما بيسلموا على بعض فينوم بيضرب ايدي على وشه لانه بيتضايق منه لانه سرق اني منه. ووقتها كليتس بيتحول لكارنيج علشان يسلم جورم لشريك، وشريك بتروح بيت ايدي وبتلاقي خاتم جواز جنب صوره ايلي اللي بتحب دان، وبتقول له ان كليتس هينقذ ايدي. وقتها بيكون ايدي هربان من الشرطه وبيتصل عليه دان علشان يقول له اللي حصل، وبيكتشف ايدي ان كليتس عامل فرحه في كنيسه مهجوره علشان يتجوز شريك. وكليتس وقتها بيكون جاب هديه لحبيبته شريك وهي الظابط جورم. ولما كان بيسال اذا كان في حد معترض على الجواز فينوم بيظهر وبيتعصب وهو بيدور على اني، وكليتس بيتحول لكارنيج. ولما شريك بتصرخ كارنيج بيضربها علشان تسكت، بيبدا قتال عنيف بينه وبين فينوم. ولما شريك بتحاول انها تنتقم كارنيج بيزعق لها وبياكل راس الكاهن. ووقتها دان بيظهر في الكنيسه وبيضرب كارنيج بالنار، والساعه بتكون 12 وبيرن جرس الكنيسه الكبير، وصوت الجرس بيأثر على فينوم وكارنيج. وقتها كليتس بيضرب ايدي وبيقوله عن الجزء المخفي من حياته، وانه كان بيتعرض للاذى الجسدي والنفسي من عيلته وهو صغير، وان محدش انقذه. وفي نفس الوقت الشريك بتلف سلسله حديديه على رقبه جورم وبتحاول تنتقم. وكليتس
كليتس بيتحول لكارنج عشان يقتل اني وبيوقع الحيطان على فينوم، وشيريك بتصرخ بصوت عالي وكارنج بيبقى عايز يقتلها عشان الصوت بيأثر عليه، وايدي بيقول لفينوم ان كارنج وكليتس مش متفاهمين مع بعض، وفينوم وقتها بيخرج بره الكنيسه عشان ينقذ اني ويضرب كارنج، وبعدين كارنج بيرمي شريك من على برج الكنيسه عشان تستخدم صوتها وتصرخ، وفي اللحظه دي الكائنات والمضيفين بينفصلوا عن بعض وكليتس بيقع على الارض وجسمه بيتكسر، لكن فينوم بيقدر ينقذ ايدي في اخر لحظه. ووقتها كارنج كان بيحاول يوصل لجسم كليتس عشان ينقذه، لكن فينوم بيمسك كارنج وبياكله. ووقتها كليتس بيقول لايدي انه كان نفسه يبقى صديق ليه، وبعدها فينوم بياكل راسه. بعد كده الشرطه بتوصل للمكان وايدي بيكون محاصر، وفي نفس الوقت عيون جورم بتنور، وساعتها ما بنعرفش اذا كان في كائن فضائي ثنائي دخل جسمه ولا لا، وفينوم بيقول لايدي انه لازم ينفصل عنه علشان الشرطه بتدور عليه، لكن ايدي بيقرر انهم هيكونوا مع بعض دايما. وبعدها ايدي بياخد فينوم للشاطئ وبيحقق له امنيته، وبيقرروا انهم هيبقوا ابطال خارقين. وبعدها ايدي بيتنقل لعالم مختلف وبيشوف صورة بيتر صاحب شخصية سبايدر مان، وبيلاقي نفسه في فندق غريب وما عندوش فكرة عن اللي بيحصل، وبتكون دي بداية دخول فينوم في عالم سبايدر مان. بيبدأ الفيلم في الفضاء الخارجي وبنشوف كائن اسمه جلينتر، وبنكتشف ان جلينتر ده هو الكائن اللي خلق او صنع الطفليات اللي زي فانيوم وكارنج وغيرهم، لكنهم سجنوه في سجنه، وعلشان جلينتر يتحرر محتاج يوصل لحاجة اسمها المخطوطة. ودلوقتي جلينتر بيطلع كائنات فضائية غريبة اسمها كائنات الرج، واللي ممكن تقول عليها وحوش زاحفة، والمفروض ان كل الكائنات دي هينتشروا في كل مكان علشان يدوروا على المخطوطة. وفعلا بياخدوا الامر من جلينتر وبيفتحوا بوابات يتنقلوا منها لاكوان مختلفة. في نفس الوقت ايدي وفينوم بيكونوا لسه محبوسين في الكون ده، لكنهم دلوقتي في حانة في المكسيك، وايدي بياخد مشروب وبيتفرج على التلفزيون، لكن الاخبار وقتها بتقول ان ايدي وفينوم هما اللي قتلوا الضابط باتريك ومطلوب القبض عليهم. ايدي وقتها بيترعب وبسرعة بيسيب الحساب وبيخرج من الحانة علشان يهرب. وعلى فكرة ايدي وفينوم مش واخدين بالهم انهم سابوا جزء من السائل بتاعهم مع الحساب، وخلي بالك بقى من الجزء ده بس شوية قدام. المهم ايدي بيخرج من الحانة وبيفضل يلف هنا وهناك وهو مش عارف يروح فين، لكن فجأة بيسمع صوت كلاب بتتعذب بشكل غريب، فبيمشي ورا الصوت لحد ما بيوصل لمكان فيه كلاب كتير محبوسة، وبتظهر وقتها عصابة مكونة من 4 أشخاص، وبيكونوا هما اللي بيسرقوا الكلاب دي لأغراض مش معروفة، تجارب أو غيرها. ايدي ساعتها بيطلب منهم بكل أدب انهم يطلقوا سراح الكلاب، لكنهم مش بيرضوا، فوقتها بيخرج فينوم وبيبدأ يقتلهم بقوة، وفي النهاية بياكل رؤوسهم كلهم وبيحرر الكلاب. وبعد كده ايدي بيمشي في طريقه وبيفكر يرجع امريكا ازاي، ولكن المشكله هنا اننا بنشوف كل الكاميرات اللي في الشوارع كانت بتراقب ايدي، وكان في ضباط بيتفرجوا عليه وبيقرروا يبعتوا للعقيد في القوات الخاصه اسمه ريكس انه يقبض عليه. في الوقت ده العقيد ريكس بيوصل للحانه اللي ايدي ساب فيها جزء من السائل الخاص بالفينوم، وبياخد الجزء ده وبيمشي. ومن الناحيه التانيه بنشوف دكتوره اسمها باي كانت نايمه في بيتها وبتحلم بماضيها مع اخوها، واخوها كان بيقول لها ان الرعد قادر انه يقتلهم، وعلشان كده لما الرعد يشتغل في اي وقت لازم انهم يستخبوا. لكن للاسف بعد فتره الرعد ضرب اخو باي وقتله وهو حرفيا مسك ايديها. ولما باي بتشوف كل ده في الحلم بتصحى من النوم مخضوضه، وبتجيلها مكالمه من القوات الخاصه اللي هي اصلا شغاله معاهم، وبالمناسبة عرفوها انهم وصلوا لباتريك، فطبعا بتفرح جدا باي وبتعرفهم انها خلاص هتيجي على طول. وبتروح باي على شغلها وبتكون شغالة في وحدة سرية تحت الارض تابعة للقوات الخاصة اسمها اريا 55. وحاليا بيجي لهم ريكس ومعاه طبيبة مساعدة اسمها سادي، وبيتكلموا مع بعض وبنعرف من كلامهم ان الضابط باتريك ما ماتش ولا حاجة، بل بالعكس دول احيوه عن طريق انهم زرعوا جواه جزء من كائن فضائي زي فينيوم بالظبط. ودلوقتي بقى هم رايحين على الغرفة السرية اللي فيها باتريك، فباتريك بيبدأ يتكلم معاهم، او نقدر نقول ان الكائن الفضائي اللي جواه هو اللي بيتكلم، فبيعرفهم في كائنات كتيرة جدا جايين للأرض وهيدمروها علشان يوصلوا لكل الطفليات اللي زيهم. وللعلم بيكون قصد باتريك على كائنات الرج، وبنكتشف ان الوحدة السرية دي فيها عينات كتير من الطفليات اللي زي فينيوم ومن نفس عرقه، وبنعرف كمان انهم كلهم وصلوا للأرض هنا من فترة قريبة هربانين من جليتر ووحوش الرج، والمفروض ان ريكس بيقبض عليهم دايما واحد ورا التاني بمجرد ما يشوفهم. وحاليا هو قرر يخرج يقبض على ايدي وفينوم. في نفس الوقت بنشوف ان ايدي وفينوم متعلقين على طيارة كده علشان يرجعوا لأمريكا، لكن المشكلة واحد من كائنات الرج بيقدر يوصل لهم وبيفضل يتقاتل معاهم، لكن في النهاية وبصعوبة كبيرة بيقدر فينوم يرمي الوحش من على الطيارة، وهو نفسه بيبدأ يهبط في مكان آمن. وعلى فكرة وهم بيهبطوا فينوم كان ناوي يرمي ايدي كده ويخليه ينزل لوحده، لكن في الآخر بيصعب عليه فبيعمل نفسه مظلة وبينزله بالراحة.
وبعد ما نزل الكل على الارض بيتكلم فينوم مع ايدي وبيعرفوا ان الكائن اللي هاجمهم ده اسمه وحش الرج، واكيد جاي بامر من جليتر علشان يدور على المخطوطه واللي هي مفتاح سجن جليتر علشان يتحرر ويدمر كل الاكوان. وبيعرفوا كمان ان جليتر هو الكائن الفضائي اللي صنعه هو والعرق بتاعه. ولما بيسالوا ايدي عن المخطوطه بيعرفوا انها باختصار حاجه بتتكون جواهم لما كائن فضائي بينقذ بشري زيه كده وبيعيده من الموت، وده حصل لما ايدي مات قبل كده ورجعوا فينوم، وبالتالي لازم كائنات الرج توصل لهم ويكون فينوم متحول بشكل كامل علشان يقدروا ياخدوا المخطوطة من جواه، ولما ياخدوها هيعرفوا يدوها لجليتر ويفتحوا سجنه. لكن لو حد منهم ايدي او فينوم مات المخطوطة هتتدمر تماما ومش هيبقى فيه اي مفتاح لسجن جليتر، وبكده فينوم وايدي بيعرفوا ان ما عندهمش اي خيار غير انهم يفضلوا يهربوا من وحوش الرج. ايدي ساعتها بيوافق على كلامه، وفي اللحظة دي بيشوف حصان فبيقرر يخلي فينوم يدخل جوه الحصان ده علشان يمشي بسرعة، وفعلا فينوم بيدخل جوه الحصان وبيركب ايدي عليه، ودلوقتي بيتحركوا في طريقهم بأقصى سرعة، وبيكون فينوم سريع جدا لدرجة إن إيدي بيكون مش قادر يستحمل لحد بعد فترة بيوصلوا عند البحيرة، وهناك بيطلب فينوم يشرب من البحيرة دي. لكن المشكلة بقى إن في اللحظة دي بيهجم عليهم ريكس ورجالته وبيشغلوا موجات صوتية كده، فغصب عن فينوم بينفصل عن ايدي لأن الموجات الصوتية دي هي نقطة ضعف فينوم. المهم بينزلوا رجالة ريكس وراهم المية علشان يقبضوا عليهم، وبالفعل واحدة من الضباط بتوصل لإيدي قبل ما فينوم يدخل جواه تاني، لكن ايدي بيقدر يقتلها. بعد كده فينوم بيتنقل من سمكة لسمكة في البحيرة لحد ما بيوصل لإيدي مرة تانية وبيدخل جواه من جديد. لكن بقى اللي بيكون مش تمام في الموضوع إن وحش الرج بيوصل عندهم حاليا، فبسرعة فينوم وايدي بيهربوا من هناك. اما رجالة ريكس فبيكونوا مصدومين من الكائن اللي ظهر قدامهم وبيبداوا يضربوا عليه نار، لكن الكائن ولا بيفرق معاه وبيفضل يقتل فيهم بأبشع الطرق عن طريق انه بياكلهم حرفيا. وبعد كل اللي حصل ده بيرجع ريكس للوحدة بتاعته اللي بيشتغل فيها تاني مع باي، وبتكون باي مع الطبيبة السادي، وبيروحوا لباتريك وبيلاقوا الطفيل اللي جواه بدأ يسيطر على جسمه بالكامل. وساعتها الكائن ده بيفضل يتكلم مع ريكس وباي والسادي، وبيعرفهم ان الكائنات اللي شافوها دي هي كائنات الرج وجايه بامر من جليتر عشان توصل لفينوم والمضيف بتاعه اللي هو ايدي، لانهم هم بالذات المخطوطه موجوده جواهم، والمخطوطه دي هي مفتاح سجن جليتر. وقتها بيعرفهم الكائن انهم لازم يقتلوا ايدي او فينوم علشان يدمروا المخطوطه دي، وساعتها كائنات الرج هتمشي عن الارض تماما. وقتها ريكس بتعجبه الفكره جدا وبيقرر ينفذها، لكن باي بتطلب منه انه ما يعملش كده وما يقتلش ايدي لانها بالشكل ده هتدمر الكائن فينوم كمان، وهي ضد انهم يقتلوا اي حد من الطفليات. لكن ريكس مش بيسمع كلامها وبيقول لها ان مصلحه كوكب الارض بالكامل اهم من المهزله اللي بتحصل، وبيكمل في مهمته وبيقرر يقتل ايدي. على الناحيه التانيه بقى بنشوف ان ايدي لسه بيدور على طريقه يرجع بيها لمدينته، واثناء ما كان ماشي بيقابل عيله كده بالصدفه، والعيله دي بتكون مكونه من اب اسمه مارتن ومراته مون وابنه الطفل وبنته الكبيره، وبنعرف ان العيله دي مجانين بالفضاء حرفيا وانهم رايحين دلوقتي للمنطقه 51 اللي خلاص قفلت. لكن مارتن بيكون واثق ان الحكومه الامريكيه لسه بتعمل تجارب هناك على الفضائيين وانه نفسه في حياته يشوف اي فضائي. في الوقت ده بيضحك ايدي جدا لانه حرفيا مارتن قاعد قدام فضائي واللي هو فينوم اللي جوه ايدي، لكن طبعا ايدي مش بيقول الكلام ده لمارتن وبيطلب منه يوصله لمدينته، ومارتن بيوافق وبياخد ايدي وبيتحركوا لحد ما اخيرا بيوصلوا ايدي لمدينته. وهناك بقى ايدي بيكون محتاج فلوس علشان يقدر يتحرك ويشوف هيعمل ايه، وعلشان يكسب شويه فلوس بيدخل هو وفينوم للكازينو وبيفضلوا يلعبوا قمار، لكن للاسف مش بيكسبوا اي حاجه خالص. وبالصدفه بيتقابلوا ايدي وفينوم مع سيده اسمها السيده الشيب، وبيكون فينوم بيحب شيب جدا جدا، فبالتالي بينسى موضوع الوحوش وتدمير الكوكب، وبيطلع هو وايدي بيقعدوا مع شيب. لكن ما بيعديش وقت طويل وفجاه بتيجي قوات تبع الريكس وبيقبضوا على ايدي وفينوم وبياخدوهم للوحده السريه اللي فيها باي والسادي، وهناك بيحبسوهم في الزنزانه، والزنزانه بتاعتهم بتكون قصاد زنزانه باتريك. ساعتها بدأ الكائن اللي في باتريك يتكلم مع ايدي وفينوم وعرفهم انه هيساعدهم في محاربه وحوش الرج. لكن الفكره بقى ان وسط كل ده بيوصل ريكس وبيكون عايز يقتل فينوم وايدي علشان وحوش الرج يمشوا من الكوكب، وفعلا بيطلع ريكس سلاحه وبيضرب ايدي بطلقه، لكن بسرعه فينوم بيدخل جوه جسم السادي وبيضرب ريكس وبيبعدوا عنه،
وبعدين بيرجع لجسم ايدي، والتاني مرة بينقذ فينوم ايدي من الموت، ولسه بيكون فينوم هيهجم على ريكس ومحدش من الموجودين بيقدر يوقفه، لكن في لحظتها بيوصل وحش الرج للمكان وبيبدأ الجيران كله، لأن وحش الرج بيهجم على الكل علشان يوصل لإيدي وفينوم، وبيخرج كمان باتريك والكائن اللي جواه وبيهجموا على الرج، لكن الرج حرفيا بياكله. بعدها كل الطفليات اللي موجودة في الوحدة هنا بتدخل جوه البشر الموجودين، وفي منهم بيدخل جوه جسم السادي، وبيفضلوا كلهم يحاربوا الوحش عشان يساعدوا ايدي وفينوم، لكن ريج بيكون اقوى من الكل ومش قادرين يسيطروا عليه، وبناء على ده بيهرب ايدي وفينوم وكتير من الطفليات من المكان. وفي نفس الوقت كان مارتن وعيلته وصلوا اخيرا للمنطقة 51 اللي اتقفلت، وبيكونوا واقفين هنا علشان يشوفوا اي فضائي، وهوب بيلاقوا ايدي وفينوم وكل الطفليات قدامهم وهم بيتعاركوا مع وحش الرج. وطبعا مارتن بيكون مبهور جدا لانه اخيرا شاف فضائي. لكن بعيد بقى عن كل الضحك ده، ايدي بيطلع عند مارتن وعيلته اللي بيكونوا واقفين على برج مراقبه، وفينوم بيحاول انه ما يسيطرش على جسم ايدي علشان وحش الرج ما يعرفش انهم هنا. في الوقت ده السادي والطفيل اللي جواها وباقي الطفليات التانيه بيحاربوا وحش الرج، وللاسف بيجي ريكس الغبي وسط كل ده وبيضرب على الوحش الصاروخ، والصاروخ ده بيتسبب في موت واحد من الطفليات، والوحش نفسه مش بيحصل له اي حاجه، وبيضرب الوحش البرج اللي كان واقف عليه فينوم حاليا مع مارتن وعيلته. ساعتها البرج بيبدا ينهار وكل حاجه بتبقى فوضى، وبيكون في خطر كبير بيهدد الجميع، وقتها بيقع على الارض، وبسرعه فينوم بيسيطر على جسم ايدي وبينقلهم كلهم لمكان امن، وكمان سيدي بتساعد في انقاذ عيله مارتن، والدكتوره باي بتوصل وتاخدهم كلهم في عربيه وبتبعدهم شويه عن المكان. لكن ساعتها وحش الرج بيبدا يبعت زي اشارات كده، فبيجيله وحش تاني عشان يساعده في الهجوم، وكمان بيظهر وحش تالت، وكل دول بقى هيهجموا على الاخضر واليابس، وواحد من الوحوش بيقدر يوصل لايدي واللي بيكون على وشك انه يقتله، لكن مارتن بيجي وبيضرب الوحش بصاروخ فايدي بيقع على الارض، اما مارتن بيهرب بسرعه من المكان. بعد كده بياخد فينوم ايدي المكان امن وبيتكلموا مع بعض، ففينوم بيعرف ايدي انهم خلاص لازم رحلتهم تنتهي هنا، وبيعرف ايدي انهم طول ما هم مرتبطين وحوش الرج هتفضل تيجي بكميات مهوله واعداد اكبر، وفي الاخر هيدمروا الكون، وده فينوم مش عايزه. وبعدها فينوم بيعالج ايدي وبيرتبط بيه للمره الاخيره، وبيروحوا لثلاث وحوش الرج، وبيبدا فينوم ينتشر ويسيطر عليهم كلهم. بعد كده بيرمي فينوم ايدي لبعيد وبيقطع الاتصال بينهم نهائي. بعد كده فينوم بيبص لريكس وبيطلب منه انه يشغل ماده مشتعله علشان تخلص عليهم، وريكس مش بيتردد وبيشغل الماده دي، واللي بتنزل على فينوم والوحوش اللي مسيطر عليها وبتقتلهم كلهم بابشع طريقه. وفي لحظات فينوم الاخيره بيكون بيبص لصاحبه ايدي وبيودعه بنظراته. بعد كده ريكس بيجيب ولاعه وبيرميها على خزان الماده الحارقه، فبيحصل انفجار قوي وبياخد الكل، حتى ريكس بيموت في الانفجار، وبما فيهم فينوم وكل الوحوش اللي مسيطر عليها بيموتوا. وبالشكل ده المخطوطه اللي كانت هتحرر جليتر بتنتهي، وبالتالي جليتر مش هيقدر يبعت اي وحوش تانية للكون ولا هيقدر يدمر اي حاجه. لكن رغم المكاسب دي ايدي بيخسر فينوم صديقه الوحيد. وقت الانفجار باي وسادي كانوا بيهربوا من الانفجار، لكن باي في لحظه كده بتظهر ماده غريبه بتحقن بيها نفسها، وفجاه بيتكون حواليها كائنات زي فينوم بالظبط لكن بشكل فريد، وباي بتقدر تاخد سادي وبيبعدوا خالص عن الانفجار وبيكونوا بخير. بعد كده بتعرف تخفي الكائن اللي كان مسيطر عليها، وبتبص على ايديها وبتلاقي ان ايديها بتنور بشكل غريب، وبنعرف هنا ان باي عندها قدرات خاصه غير الكائن اللي جواها، واكيد هنعرفها في الافلام الجايه. ولما بنروح للمشهد الاخير بنشوف ان ايدي بيصحى في المستشفى وبيجيله هناك جنرال تابع للجيش، والجنرال بيعرفه ان فينوم خلاص مات ومش هيشوفه تاني، وبيشكر ايدي على كل اللي عمله هو وفينوم وانهم فعلا انقذوا الكوكب. لكن الجنرال بيحذره ان كل اللي حصل ده ما ينفعش اي حد يعرف بيه والا هيكون مصيره الحبس بقية حياته. لكن ايدي بيشعر بالحزن وقتها ومش بيقدر يتكلم وبيودعه الجنرال. وبعدها بيخرج ايدي من المستشفى وبيحاول انه يعيش حياته، لكن طبعا بيكون دايما حزين وبيفتكر صديقه الوافي الوحيد فينوم اللي مش هيقدر ينساه. ولحد هنا بينتهي الفيلم يا صديقي. ما تنساش انك تشترك معانا وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا على المشاهدة، سلام.